على فكرة قد ما عشت بألمانيا مستحيل وصعب كتير انك تفهم الدويتشا هومور اللي هو خفة الدم والفكاهة الألمانية. اليوم وانا واقف بالشغل بالمطبخ بالاستراحة كان في معي خبزة اللي هي البروتشن وعم بدهم بقلبها زبدة. فاجت واحدة من زميلاتي وقفت جنبي شو بتقول لي؟ بتقول لي jetzt kannst du mit diesem Brötchen gar nicht mehr telefonieren. يعني انت هلا ما عاد فيك تحكي مكالمة مع هي الخبزة. فانا صفنت مثل ما انتم صفنتوا هلا انه يعني ليش لا احكي مكالمة مع الخبزة. فانا سلكت لها واعطيتها ضحكة تسلك له. قلت لها هيك. اما قالت لي hast du mich überhaupt verstanden؟ يعني فهمت علي شو قصدي؟ قلت لها صراحة لا، شو قصدك؟ فبتقول لي والضحكة مرسومة على خدها weil es belegt ist وبتفرض ضحك. طلعت انا هيك انه كلمة belegt بتقولها على خبزة لما تكون مدهونة، لما يكون مدهون بقلبها شغلة زبدة بتقول belegtes Brötchen. ولما تدق لواحد مكالمة ويطلع الخط مشغول شو بيقول لك؟ بيقول لك Leitung belegt. يعني هلا الخبزة صارت مشغولة لذلك انا ما عاد فيني دق لها مكالمة ونحكي مكالمة يعني على كل هلا في عندي انا اسبوعين اجازة ان شاء الله هيك بركي بتهدى النفوس.